تصدق إن ممكن تشتري عربية مستعملة أغلى من الزيرو؟ آه والله السوق بقى مجنون رسمي. لو شفت الأسعار وكملت الفيديو للآخر يبقى قلبك جامد بجد. بصوا يا جماعة، نيسان مصر نزلت نيسان سنترا 26 بسعر 888 ألف جنيه بس، زيرو بضمان 5 سنين أو 150 ألف كيلومتر، وكمان 5 سنين مساعدة على الطريق ببلاش. يعني اشتري وريح دماغك 5 سنين. بس تعالى شوف الجنون بقى في سوق المستعمل. سنتر 24 زيرو على عداد بس بكام؟ 950 ألف. يعني العربية لسه مشيتش متر وسعرها بيزيد عن الجديد. واحدة تانية 24 ماشية 13500، 925 ألف. يعني دافع فرق زيادة 40 ألف في عربية موديل أقدم سنتين وكمان ماشية أكتر من 13 ألف كيلو. ودي 2023 ماشية 11 ألف ب 915 ألف. يعني تدفع أكتر وتاخد موديل أقدم 3 سنين. ده لو صاحبها شايلها فوق دماغه ال3 سنين ما دفعش أكتر من الجديد. ودي موديل سنتين أقدم وماشية 30 ألف كيلو متر 890 ألف. إيه المنطق اللي يخليني أدفع فيها أكتر من الجديد؟ وسيبك بقى، دي موديل 21 ماشية 17500 ب 885 ألف. قال يعني كل ما تعتق بتغلى، دي مش جبنة رومي والله. الخلاصة إن سوق المستعمل عندنا بقى محتاج دكتور نفساني مش خبير تسعير. الزيرو بقى أرخص والناس لسه مصدقة إن المستعمل أوفر. ريح دماغك وخليك في الجديد لو لسه في عقل واسعار المستعمل زي ما احنا شايفين. يا اما سوق المستعمل يرجع لارض الواقع وما يتعاملش مع العربيه على انها استثمار. العربيه طول عمرها سلعه استهلاكيه وهي كده في العالم كله الا عندنا. قول لي بقى في الكومنتات، لو معاك المبلغ ده تشتري زيرو ولا مستعمل؟ وايه اغرب سعر شفته في سوق المستعمل؟ سلام.